السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على حضراتكم في أول كورة. وبدأت بطولة الأمم الأفريقية، وبدأ زعيم القارة المنتخب المصري أولى مبارياته في المجموعة النهاردة. المباراة النهاردة أنا هتكلم فيها تتلخص في ثلاث مشاهد، الثلاث مشاهد دول بيقولوا لنا إيه اللي كان موجود، إيه اللي حصل في المباراة، كابتن حسام عمل إيه، اللي عملت إيه، الأدوار اللي كانت موجودة، وفي الآخر الخلاصة كانت إيه. مباراة مصر وزيمبابوي. المشهد الأول، عنوان المشهد الأول: خطأ التشكيل. خطأ التشكيل ده المسؤول عنه كابتن حسام. ان البدايه لازم ابدا بسنتر فورورد صريح. المدرب غيرنا احنا كجماهير خالص، المدرس بيدرس الفرق قبل ما بيدخل البطوله وبيعرف هو هيلعبها بأنهي تشكيل. واللي احنا شفناه واللي هو شافه اثناء المباراه واللي المفروض الكابتن حسام يكون درسه، ان دايما جناب زيمبابوي كانت مفتوحه واختراقها سهل جدا، فكان لازم العب بسنتر فورورد صريح عشان اقابل العرضيات اللي كانت ممكن تتعمل وما اتعملتش، وعشان برضه السنتر فورورد الصريح ده بيسحب على الاقل معاه 2 مدافعين. ده هيعمل ايه؟ بيديني طبعا فرصه للي جاي من ورا زي حمدي فتحي، امام عاشور، مروان، او اللي على الاجناب زي صلاح ومرموش وتريزيجيه، وطرفي الجنب زي هاني ومحمد حمدي، ان يكملوا هجومين بشكل صح ونعمل كثافه هجوميه. وبصراحه دي اثرت على الفريق في اول نص ساعه، وكان التصحيح الكلام ده كان واجب وكان لازم يتم. هنقول على حساب مين او نقول مين على حساب مين؟ الموضوع مش كده خالص. قصه ان احنا كنا لازم نبدا بالتشكيل المناسب، لازم نبدا بسنتر فورورد صريح عشان نسهل دور باقي المهاجمين ولاعيبه وسط الملعب. فخطأ التشكيل ده كلف حسام حسن تغييره مش في محلها. مش في محلها ليه؟ ان ده ممكن تنزل من معنويات امام شويتين، ان انت خسرت لاعب في بدايه المباراه. احنا عاده بنقول التغيير بيتم في بدايه الشوط الثاني. فهنقول كابتن حسام يتحمل وحده خطأ البدء بالتشكيل الغير مناسب. التشكيل المناسب ده هو لعيب واحد بس، سنتر فيرود، اللي كان المفروض يبدأ بيه عشان اسهل دور باقي المهاجمين ولاعيبه خط الوسط في حاله الضغط الهجومي اللي احنا نعمله على المنافس زيمبابوي. ده كان المشهد الاول. كابتن حسام قدر صح الخطا ده على طول وطلع امام عاشور ونزل مصطفى محمد. ده من وجهه نظري كان تصحيح واجب. نختلف نقول لا، اللي يطلع حسام عبد المجيد ويرجع حمدي فتحي جنب ياسر وامام يفضل موجود في الملعب. لا، انا شايف ان كانت في زحمه هجوميه مأثره على شكل الاداء الهجومي بتاعنا، بدايه من تريزيجيه لامام عاشور لصلاح لمرموش للاثنين اللي بيكملوا من الطرف هاني ومحمد حمدي. لا، الدنيا ما كانتش احسن حاجه، وكان لازم يعمل التغيير البسيط اللي عمله ده بطلوع امام عاشور ونزول مصطفى محمد عشان نظبط الاداء شويتين. ده كان المشهد الاول. هنتكلم عن المشهد الثاني.